السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طاقية السلطان اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا، قلنا لازم نجربها ونشوفها هل فعلا تستحق الضجة اللي معمولة لها ولا لا. بس عايزة اقولكم طلعت تحفة تحفة تحفة. يلا بينا نجربها واوريكم بقى شكلها. بصوا عاملة ازاي. لا وطعمها فعلا تستاهل فعلا الضجة اللي معمولة عليها دي. يلا بقى نبدأ الطريقة بتاعتنا. بس قبل اي حاجة انزلوا حطوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفونا، اشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. معانا هنا نص كوباية مية دافية، نص كوباية لبن دافي، بياض بيضة، وربع كوباية زيت. عايزة اقولكوا بقى ان هي ايه، مكوناتها موجودة في البيت، يعني ممكن حالا تقومي تعمليها وتجربيها، بجد هتعجبكم. انا هنا حطيت اللبن والمية والزيت وبياض بيضة. هكتب لكم برضو المكونات كلها في صندوق الوصف. وبعدين بقى هنضيف 5 معالق سكر. لو بتحبوا الحاجة مسكرة ممكن تزودوا عن 5 معالق، بس هي 5 معالق سكرها معتدل. لكن الناس بتحب الحاجة مسكرة قوي يزودوا عن 5 معالق. وهنا حطيت كيس فانيليا وكيس خميرة، وهقلب كل المكونات دي كده مع بعض لغاية ما يتجانسوا كلهم يبقوا خليط واحد. تمام، اظن كده المكونات كلها سهلة وبسيطة ومتوفرة، مفيش اي مكونات صعبة. عايزه اقول لكم يعني هي الوصفه دي قلب الدنيا على السوشيال ميديا، في خناقات بتحصل بسببها. هنحط بقى هنا 3 كوبايات من الدقيق، وانا مستمريه في التقليب كده. هي خدت معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، بس انا هحط الاول 3 كوبايات وبعد كده النص هحط ربع في ربع عشان ايه، الم بيه الخليط بتاعنا كده. دول ال3 كوبايات اهم. هنستمر بقى في التقليب لغايه ما العجينه تتلم معانا، نعجنها بقى بايدينا. هلم بقى كل الدقيق كده اللي على حروف الطبق عشان ايه نبدأ نعجن بايدينا. هبدأ اعجن كده واحط بقى نص كوباية ربع كوباية في ربع كوباية لغاية ما العجينة تتلمع، واوريكم شكلها بتبقى عامل ازاي. عايزة اقولكم عجينة سهلة قوي بجد، بقى ينفع نشكل فيها زي ما احنا عايزين. يعني انا عملتها دلوقتي بالشوكولاتة، الطريقة الصح بتاعتها. ممكن بقى نغير حشوات، ممكن نعملها بالقرفة والسكر، ممكن نعملها بأي حشوة احنا عايزينها. هقسم بقى العجينة عشان نعملها نصها شوكولاتة ونصها بيضة، اللي هي الطريقة الصح بتاعتها. كده قسمت العجينة بالنص. هاخد بقى النص اللي هو الفاتح ده، احط عليه معلقتين من الكاكاو الخام، وابدا ايه اعجن كده فيها بايديا عشان الكاكاو يدخل جوه العجينة كلها. وهضيف بقى هنا معلقة زبدة كده على العجينة اللي هي البني، ومعلقة زبدة على العجينة الفاتحة، وابدا ان احنا نعجنها مع بعض كلها. هنبدا نعجن فيها لغايه ما تدينا اللون البني كده، وتبقى لونها موحد، ما يبقاش فيها حتت فاتحه وحتت غامقه. تمام. معلش هي بتاخد عجن شويه بس، يعني ايه هتدينا اللون على طول. عايزين تستخدموا عجان مفيش مشكله، بس هي مش محتاجه عجان، هي سهله وبسيطه وسريعه. فحاجه كده يعني ايه لازم تقوموا تجربوها. عايزاكم بقى اما تجربوها تكتبولي هل هي فعلا تستاهل فعلا الضجه، وان هي تطلع ترند بالمنظر ده والناس كلها تحبها ولا لا. انا عن نفسي بصراحه حبيتها، وحسيت ان طعم العجينه نفسه حلو. هنا بقى كانت العجينه البني شايفينها بقت لونها كلها لون واحد ازاي، ولونها كلها بني خالص ازاي. هبدا بقى العجينه الفاتحه احنا حطينا عليها معلقه الزبده، هنبدا بقى نعجنها بايدينا كده لغايه ما ايه، ما تمتص الزبده كلها. وهم نقلتها بقى في بوله نظيفه، نسيبها بقى تختمل لغايه ما يتضاعف حجمها. نغطيها ونحطها في الفرن. ممكن تولعوا اللمبه بتاعه الفرن عشان تسهل الاختمار بتاعها يبقى اسرع يعني. هي خدت في التخمير في حدود مثلا ساعة الا ربع كده، عشان طبعا الجو ساقع. هنا بقى كانت اختمرت. هرش الرخامة بشوية دقيق، وهاخد بقى العجينة الفاتحة الاول نفردها بالنشابة كده. نفردها عايزاها مستطيلة على قد ما نقدر كده، نعملها مستطيلة بالطول. نفضل نفرد فيها. هي العجينة اصلا سهلة الفرد جدا لان هي هشة خالص وطرية، فده دليل ان هي العجينة ناجحة. ان انت تحسي ان انت بتفرديها، انتوا شايفين ان هي بتتفرد بسهولة ازاي بالنشابة. فانا هفردها وهفرد برضو البني اهي بنفس الطريقة كده. حاول على قد ما اقدر اخليهم الاتنين نفس المقاس. هي العجينة هتلاقوها لينة معاكم فهتتفرد بسهولة يعني. اهم انا كده فردت الاتنين. هي طالما العجينة مقاديرها مظبوطة واختمرت كويس هتلاقوها بتتفرد معاكم بكل سهولة. كده انا فردتهم الاتنين. هاخد بقى الشوكولاتة احطها فوق البيضة بالمنظر ده كده. شايفين انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخليهم مقاس بعض، علشان لما اجي الفها رول تبقى سهله معايا.
هجيب بقى شوكولاتة سايحة، انا كان عندي شوكولاتة سايحة، ممكن تحطوا قطع شوكولاتة، ممكن تحطوا سوداني، ممكن تحطوا مكسرات، المتاح عندكم. الحشوة دي ترجع لكم انتوا. ممكن تحطوا شوكولاتة وسوداني، ممكن تحطوا شوكولاتة ومكسرات، ممكن تحطوا شوكولاتة سايحة وشوكولاتة قطع، اللي تحبوه يكون متوفر عندكم. تمام، انا وزعت كده الشوكولاتة اهو. هبدأ بقى ايه الفها من فوق كده رول. طريقتها سهلة جدا جدا جدا، لغاية تلتين العجينة، والتلت الباقي هقطعه بسكينة كده او بقطعة عجين شرايط بالطول. عايزاكم تركزوا في التفاصيل عشان يطلع منكم شكلها مظبوط. انا قطعتها كده شرايط بالطول، وهبدأ ان انا ايه ابرمها زي الضفاير كده. ابرمها كده زي الضفاير، ابرمها كويس عشان ما تفكش مني. تمام، زي ما انتم شايفين كده، علشان ده اللي بيديها الشكل من فوق اللي هو شكل الطاقية ده. تمام، انا كده عملتها هي كلها. هبدأ بقى ايه الف الجزء اللي هو الرول ده، اكمل لفه على الضفاير اللي انا عاملاها بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده. وابقى مجهزة بقى عندي صينية مقاس، دي مقاس 22، ممكن من 22 ل24. انا دهناها دهنة زبدة وحطيت فيها رشة دقيق عشان ما تلزقش. وهنخمر العجينة تاني. هظبطها بس كده في الصينية ان هي تبقى مظبوطة. هجيب الحروف كده احطها على بعض، اقفل الحروف عشان الشوكولاتة ما تطلعش منها، ونحطها تختمر تاني في الفرن. برضو هتاخد لها يجي نص ساعة، ساعة الا ربع تاني. تمام، لغاية برضو ما نلاقيها كده ملت الصينية واتنفخت كده وبقت حلوة كده، يبقى خلاص. بصوا بشكلها بقى بعد التخمير، هي كده اختمرت وملت الصينية وبقت تمام. هنا بقى معانا صفار البيضة اللي احنا خدنا البياض بتاعها، هنحط عليها فانيليا، وهنحط عليها نص معلقة خل، وهنحط عليها معلقتين لبن، ونقلب كل ده مع بعض كده عشان ندهن بيه بقى الفطيرة بتاعتنا كده قبل ما ندخلها الفرن. هدهنها كلها كده عشان تاخد لون حلو في الفرن. وعايزه اقول لكم بقى ان ما فيهاش اي زفاره خالص. الفانيليا مع الخل ما بيخلوش اي ريحه زفاره للبيض، يعني الناس اللي ما بتحبش زفاره البيض ما تخافش. حطها بقى في الفرن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لغايه ما تاخد معانا اللون ده كده. عملنا طاقية السلطان. يلا بقى ندهن وشها بمعلقه زبده كده بالفرشه، وبعد كده بقى بنغطيها بكيس بلاستيك وفوقيه فوطة لمدة 10 دقايق. الخطوة دي مهمة جدا، بتديها طراوة كده وبتديها طعم تحفة، بتخلي وشها يبقى لامع كده وجميل. ايه رأيكم بقى في طاقية السلطان بتاعتنا؟ يلا اللي لسه منزلش حط لايك الفيديو، حط له لايك كده. هي انا غطيتها بقى وسبتها 10 دقايق. هوريها لكم بقى، يلا نقطعها مع بعض. ايوه نقلتها في طبق كده تقديم. بصوا طرية ازاي، تحفة بجد، طعمها حلو قوي. لا فعلا فعلا تستاهل الضجة والقلق اللي معمول عليها ده. نقطعها بقى كده حلوة بقى قوي 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 في الفطور مع كوباية شاي بلبن كده ولا كوباية نسكافيه. عايزة اقول لكم فظيعة فظيعة فظيعة، فعلا هشة وطرية وطعمها فعلا حلو. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات انكم جربتوها وعجبتكم ولا لا. استنى كومنتاتكم. استنونا في فيديو جديد. باي باي.